مرحبا طلبة الصف الثالث الابتدائي. درسنا اليوم جمع 3 أعداد مكونة من 4 مراتب. راح نحل التمارين. فقرة أتأكد. أجد ناتج الجمع. النقطة الأولى 2312 زائد 1157 زائد 646. عندنا 3 أعداد. العدد الأول مكون من 4 مراتب، العدد الثاني مكون من 4 مراتب، العدد الثالث 3 مراتب. طبعا عندنا طريقتين للجمع، أما أن أجمع العدد الأول مع العدد الثاني والناتج أجمعه مع العدد الثالث، أو أجمع 2 زائد 7 زائد 6 ويعني 3 مرة واحدة. هسه نجي نجمع 2 زائد 7 9، 9 زائد 6 15، أنزل ال5 وصعد الواحد بمرتبة العشرات. 1 زائد 1 2، 2 زائد 5 7، 7 زائد 4 11، أنزل الواحد وصعد الواحد في مرتبة المئات. 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5، 5 زائد 6 11، أنزل واحد وصعد الواحد في مرتبة الألوف أو الآلاف. 1 زائد 2 3، 3 زائد 1 4، أنزل 4 يصير 4115. نقطة 2 3431 زائد 1162 زائد 1458. أقدر أحل نفس هاي الطريقة، وأقدر أحل بطريقة ثانية. أقدر أجمع العددين الأوليين وبعدين الناتج أجمعه مع العدد الثالث، يعني بهالطريقة. أجمع العدد الأول مع العدد الثاني والناتج أجمعه مع العدد الثالث. 1 زائد 2 3. طبعا حتى يسهل عليكم الجمع نستخدم هاي الطريقة حتى يسهل عليكم الجمع. 3 زائد 6 9، 4 زائد 1 5، 3 زائد 1 4، 4593. أجي أجمعها مع العدد الثالث 4593، هذا الناتج مال العددين الأولين. 8 زائد 3 11، أنزل واحد وصعد الواحد بمرتبة العشرات. 1 زائد 5 6، 6 زائد 9 15، أنزل 5 وصعد الواحد في مرتبة المئات. 1 زائد 4 5، 5 زائد 5 10، أنزل 0 وصعد الواحد في مرتبة الآلاف. 1 زائد 1 2، 2 زائد 4 6، 6051. أكتب هنا 6000 مثل ما تشوفون هذا العدد، أكتب هنا 6051. نقطة 3 6172 زائد 1235 زائد 102. 2 زائد 5 7، 7 زائد 2 9، 7 زائد 3 10، زائد 0 10، أنزل 0 وصعد الواحد في مرتبة المئات. 1 زائد 1 2، 2 زائد 2 4، 4 زائد 1 5، 6 زائد 1 7، 7509. نقطة 4 3251 زائد 2714 زائد 1613. نقدر نجمعهن بالطريقة الأفقية، ونقدر نجمعهن نفس هاي الطريقة العمودية. أقول 1 زائد 4 زائد 3، 1 زائد 4 5، 5 زائد 3 8، 5 زائد 1 6، 6 زائد 1 7، 2 زائد 7 9، 9 زائد 6 15، أنزل 5 وصعد الواحد في مرتبة الآلاف. 1 زائد 3 4، 4 زائد 2 6، 6 زائد 1 7، الناتج 7578. نقطة 5 1672 زائد 4135 زائد 3872. 2 زائد 5 7 زائد 2 9، 7 زائد 3 10 زائد 7 17، أنزل 7 وصعد الواحد في مرتبة المئات. 1 زائد 6 7،
زائد 1 8 زائد 8 16. أنزل 6 وأصعد 1 في مرتبة الآلاف. 1 زائد 1 2 زائد 4 6. 6 زائد 3 9. 9679. فقرة أتحدث: كيف أجد ناتج الجمع 276 زائد 4351 زائد 1723؟ 6 زائد 1 7. 7 زائد 3 10. أنزل الصفر وصعد 1 في مرتبة العشرات. 1 زائد 7 8. 8 زائد 5 13. 13 زائد 2 15. أنزل 5 وصعد 1 فوق 2 مرتبة المئات. 1 زائد 2 3. 3 زائد 3 6. 6 زائد 7 13. أنزل 3 وصعد 1 في مرتبة الألوف أو الآلاف. طبعا احنا هنا خلينا صفر حتى يبين هاي مرتبة الآلاف ما موجودة، يعني هذا العدد ما بيه مرتبة آلاف. حتى لو حطينا الصفر ما إلى أي قيمة، لكن الصفر إذا خليته بجهة اليمين إلى قيمة، بس هنا ما له قيمة، يعني بس مجرد خلينا عليه باليد 1. 1 زائد 4 5. 5 زائد 1 6. 6350. فقرة أحل أجد ناتج الجمع. نقطة 6 2161 زائد 5676 زائد 1035. 1 زائد 6 7. 7 زائد 5 12. أنزل 2 وصعد 1 في مرتبة العشرات. 1 زائد 6 7. 7 زائد 7 14. 14 زائد 3 17. أنزل 7 وصعد 1 في مرتبة المئات. 1 زائد 1 2. 2 زائد 6 8. 8 زائد 0 8. 2 زائد 5 7. 7 زائد 1 8. 8872. نقطة 7 1811 زائد 263 زائد 6720. 1 زائد 3 4. 4 زائد 0 4. 1 زائد 6 7. 7 زائد 2 9. 8 زائد 2 10. 10 زائد 7 17. أنزل 7 وأصعد 1 في مرتبة الآلاف. 1 زائد 1 2. 2 زائد 6 8. طبعا هنا ما موجود مرتبة الآلاف أي عدد، هنا صفر أكو. نقطة 8 1273 3514 زائد 1167 1167. 3 زائد 4 7. 7 زائد 7 14. أنزل 4 وصعد 1 في مرتبة العشرات. 1 زائد 8 9. 9 زائد 1 10. 10 زائد 6 16. أنزل 6 وصعد 1 في مرتبة المئات. 1 زائد 2 3. 3 زائد 5 8. 8 زائد 1 9. 1 زائد 3 4. 4 زائد 1 5. 5964. نقطة 9 2513 زائد 3728 زائد 1145. 3 زائد 8 11. 11 زائد 5 16. أنزل 6 وصعد 1 في مرتبة العشرات. 1 زائد 1 2. 2 زائد 2 4. 4 زائد 4 8. 5 زائد 7 12. 12 زائد 1 13. أنزل 3 وصعد 1 في مرتبة الآلاف. 2 زائد 1 3. 3 زائد 3 6. 6 زائد 1 7. 7386. نقطة 10 3265 زائد 4134 زائد 1268. 5 زائد 4 9. 9 زائد 8 17. أنزل 7 وصعد 1 في مرتبة العشرات. 1 زائد 6 7. 7 زائد 3 10. 10 زائد 6 16. أنزل 6
وصعد الواحد في مرتبة المئات. 1 زائد 2 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 2 6، 3 زائد 4 7، 7 زائد 1 8، 8667. نقطة 11. اصطاد زورق صيد 6672 سمكة في اليوم الأول، و1217 سمكة في اليوم الثاني، و1196 سمكة في اليوم الثالث. كم سمكة اصطاد في الأيام الثلاثة؟ نجمع عدد الأسماك في اليوم الأول مع عدد الأسماك في اليوم الثاني مع عدد الأسماك في اليوم الثالث، ويطلع لنا عدد الأسماك اللي اصطادها الزورق في الأيام الثلاثة. عندنا اليوم الأول واليوم الثاني نجمعهن، والناتج مالهن أجمعه مع اليوم الثالث. 2 زائد 7 9، 7 زائد 1 8، 6 زائد 2 8، 1 زائد 6 7. هذا الناتج أجمعه مع عدد الأسماك في اليوم الثالث 7889. 6 زائد 9 15. أنزل 5 وصعد الواحد فوق العشرات. 1 زائد 9 10، 10 زائد 8 18. أنزل 8 وصعد الواحد بالمئات. 1 زائد 1 2، 2 زائد 8 10. أنزل 0 وصعد الواحد في الآلاف. 1 زائد 1 2، 2 زائد 7 9. 9085 سمكة اصطاد زورق الصيد في الأيام الثلاثة. نقطة 12. أضع العدد المناسب في الفراغ. عندنا هذا العدد الأول، هذا العدد الثاني، والعدد الثالث. 6 زائد 2 8. بعد ايش قد يصير حتى يصير الناتج 12؟ لأن نزل هنا 2 وصعد الواحد بالعشرات، يعني الناتج 12. 6 زائد 2 8، يعني أحتاج إلى 4 حتى يصير الناتج 12. 6 زائد 2 8، 8 زائد 4 12، أو نقول 4 زائد 6 10، 10 زائد 2 12. أنزل 2 وأصعد الواحد في مرتبة العشرات. 1 زائد 5 6، 6 زائد 3 9، يعني ايش قد أحتاج بعد حتى يصير الناتج 10؟ ايش قد أضيف بعد للتسعة حتى يصير 10؟ 1. أخلي هنا 1. هسه صار 1 زائد 5 6، 6 زائد 1 7، 7 زائد 3 10. نزلت 0 وصعدت الواحد بمرتبة المئات. 1 زائد 8 9، 9 زائد 2 11. 11 ايش قد بعد أضيف لها حتى تصير 13؟ أضيف لها 2. هسه صار الناتج 13. نزلت الثلاثة وحطيت 1 فوق الآلاف. 1 زائد 3 زائد 1 يصير 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5. الناتج 6، يعني أحتاج إلى 1. 1 زائد 1 2، 2 زائد 3 5، 5 زائد 1 6. الناتج 6302. نقطة 13. مسألة مفتوحة. أكتب 3 أعداد مجموعها 3681، وأحتاج إلى إعادة تسمية المئات عند جمعها. عندنا هنا 3 أعداد: 1430 زائد 520 زائد 1731. راح نجمع. 0 زائد 0 0، 0 زائد 1 1. أنزل 1. 3 زائد 2 5، 5 زائد 3 8. 4 زائد 5 9، 9 زائد 7 16. أنزل 6 وصعد الواحد فوق مرتبة المئات الآلاف. هاي يسمونها إعادة تسمية المئات. 1 زائد 1 2. 2 هنا ماكو مرتبة الآلاف، ما موجودة. 2 زائد 1 3. 3681.